السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم كما راكم تشوفوا غادي ندير معكم طبق البركوكس بالتعمير على طريقتي. بركوكس معروف، طبق جزائري تقليدي. هذا بالتعمير جينيرالمون يديروه للنافسات في الغرب الجزائري. نتمنى لا فيديو تعجبكم، ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس. اذا هنا غادي يخرج لكم المقادير في الشاشه. هنا غادي نبدا بالشرح ديريكت. درت غير نصف صدر تاع دجاج، المقدار تاع كيلو تاع بركوكس. نتوما تقدروا ديروا اكثر ولا تقدروا تنقصوا. نقليه مع البصل والثوم غايه في شويه تاع زيت ومارغرين. فوالا نخلوهم يتقلوا غايه. من بعد هنا نجي نزيد معاهم طماطم مصبره، ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. كي يتقلوا غايه نجي نزيد معاهم الطوماطيس والزروديه مقطعه كيما هكا. اذا هنا توابل معروفين عندنا: فلفل الكحل، فلفل احمر، قزبر مرحي، شويه تاع كمون، شويه كرويه، راس الحانوت ضروري في البركوكس، سكنجبير، عندنا الملح مكعب تاع مرق الدجاج، والسكر باش نقصوا شويه من حموضه تاع طماطم، ونسيت برك باش نحط الكركم. هنا طبعا بلا ما ننساو القزبر ندير كميه كبيره، ونزيد معاها شويه تاع معدنوس. فوالا نديرها من الفوق. هنا اون باراليل راني دايره الماء يغلي. لازم نمرقوه بالماء المغلي باش نحافظوا على النكهات تاع التوابل، وباش ما نوقفوش طبخ تاع الدجاج والخضر. وهنا نجي نمرق عادي بالماء المغلي بهذه الطريقه. انا هنا غلقت عليهم في لاكوكوط باش يطيبوا ليه. نتوما اذا كان عندكم الوقت تقدروا طيبوهم عادي في قدره. هنا نروح نوجد التعمير تاعي. عندك كميه تاع كفته. انا هنا درت تقولوا تقريبا 400 غرام تاع كفته، قزبر، معدنوس، بصل، ثوم، شويه تاع مارغرين، والتوابل نفس التوابل اللي درناهم في المرق تاع البركوكس. ونقلي شويه تاع سميد. دوك تشوفوا الكميه تاع سميد اللي نقليها، ونزيدها مع هاد الخلطه. ثم هنا في تقريبا 400 غرام تاع كفته غادي تسحقوا هاد الكميه تاع السميد. انا هنا درت سميد متوسط، يعني تقريبا شويه رقيق. حمرته، نحمره غير شويه ونحطه يبرد. اذا هنا درت كيلو تاع بركوكس. شوفوا هنا غادي نشله غايه، اللي تشلوه غايه حتى الماء تاعه كاع يصفى، وديروه في كسكاس تخلوه يقطر على غلده اللي يقطر غايه. هنا بعد ما السميد المقلي برد، نجي نخلطها مع التعمير ونشكل كويات تاوعي. في هذه الاثناء كان المرق تاع البركوكس تاعي صاي وجد. قلعت منها الدجاج، القزبر والمعدنوس، ونجي نرحيه بالبي ميكسور. من بعد اللي نرحيه بالبي ميكسور نفوته نصفيه عادي في الكسكاس، ونضيف عليه الماء سخون. وتوجور معروفه انه في طبق البركوكس دائما نقصوا من المرق تاعنا، دائما نقصوا منه كميه ونخلوها على جهه. هنا شوفوا من بعد ما نقصت منه هذه الكميه اللي راهي هنا في القدره، هي اللي غادي يفور فوقها البركوكس. درت فيها معدنوس، شويه قزبر، شويه تاع طماطم مصبره، وهادو 5 فصوص تاع الثوم. هنا نربي 3 فصوص، وزوج فصوص الاخرين نقطعهم شويه غلاط كما راكم تشوفون. نجي ندير التوابل عادي، التوابل اللي درتهم الاولين نعاود نزيد نديرهم، وندوق على الملح. شوفوا هنا البركوكس تاعي بعد ما قطر غايه كما هكا. نعاود نرده في القصعه، نزيد له شويه تاع ملح ونحله بالزيت. هنا نديره في كسكاس ونحطه يفور فوق هذاك المرق اللي داويته بالمعدنوس القزبر والثوم. اذا كميه من هذاك المرق اللي داويته غايه نوخرها في طنجره، ونجي نطيب فيها الحمص والتعمير تاعي. انا هنا عندي الحمص ديجا طايب موخرته في الكونجيلاتور، نجي نبدا نديكونجليه ونرميه ديريكتومون في هاد المرقه. اللي عندها حمص ماشي طايب باينه غادي تكوني منفخاته من قبل وطيبيه عادي مع الخضره تاعك.
والحمص هنا يبقى اختياري، يعني تقدروا تستغناو عليه. شوفوا هنا اللي تخاف التعمير تاعها ينحل في الخلطه تاع التعمير تزيد له شويه تاع بيض، ولا اللي ما تبغيش فيه البيض كيما انايا تنجموا طيبوه بهذه الطريقه باش ما ينحلكمش في المرقه. هنا نرمي الحمص تاعي يغلي غير غليه ولا زوج ونطفي عليه. التعمير تاعي بعد ما طيبته كاع نجي نغمه بغطاء باش ما ينشفليش بزاف. ولا البركوكس من بعد اللي فورته التفويره الاولى نجي ندير معاه القليل من هذاك المرق اللي فار فوقه. هذه هي العفسه باش يجي البركوكس تاعكم بنين ويشرب كاع البنه تاع التوابل. ومن بعد نكمل نبله بالماء عادي، ماء بارد عادي. هنا نعاود العمليه تاع التفوار للمره الثانيه. انا البركوكس نفوره غير زوج خطرات باش يقعد لي كيما هكا على حبه وما يتعجنيش. في التفويره الزوجه من بعد اللي نشربه بشويه تاع مرق وشويه تاع ماء نجي ندير له شويه تاع مارغرين ونحله وندوقه تانيك على الملح. شوفوا هنا الدرسه غادي ندير شويه تاع طماطم مصبره، شويه تاع ثوم مرابي، وندير معاها توابل، ونجي نحط فوقها هذيك المرقه تاع البركوكس ونعاود نرجعها مع الخليط تاعي ونخليها تغلي. كيما هكا تما نزيد عليها هذيك المرقه نخلطها غايه حتى كاع هذيك الدرسه تنحل في وسط المرقه، ونرجع هذا الخليط نعاود نرجعه للمرقه اللي غادي نجمر فيها البركوكس. انا طبعا هنا نجمر بركوكس غير على حساب ما غادي نحط، يعني كميه فقط اللي غادي نحطها، ما نجمرش بزاف باش البركوكس ما يخسرليش. هنا نزيد شويه تاع مارغرين في المرقه. شوفوا هذا المرق النهائي تسمى اللي غادي نجمر فيه البركوكس. ما شاء الله اللون تاعه ذهبي يفتح الشهيه. هنا سر واحد اخر من الاسرار البركوكس باش يجيني شباب ومشي معجن، كي نفوره كي نكمل له التفوار نخليه يبرد كيما راكم تشوفوا كيما هكا. غادي كي يبرد ومن بعد تجمروه ما غاديش يتعجن لكم. ودائما الكميه تاع البركوكس اللي غادي نجمروها نديروها ناقصه على الكميه تاع المرق باش ما يغلبكمش، على خاطر البركوكس يشرب المرقه، تما توجور ديروا الحساب هذا. هنا البركوكس تاعكم بعد ما يتجمر في التقديم تزيدوا معاه التعمير والدجاج وتقطعوا له شويه تاع قزبر من الفوقه. تنجموا حتى تزيدوا له ثاني معدنوس من الفوق، وتزيدوا له ثاني رشه تاع راس الحانوت، وبالصحه والراحه. ما تنساوش تضغطوا زر اللايك، تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.